السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد زور. النهارده هنتكلم على ظاهرة يعني غريبة صراحة مضايقاني جدا، وهي معاكسة البنات. يعني طب بالنسبة للناس يعني اللي بيعاكس بنت دي في الشارع ده، يعني بجد عايز أعرف يعني إيه شعورك يعني كده؟ إيه شعورك لما بتعاكس بنت ماشية في الشارع كده في حالها؟ يعني هل أنت بتحس إن أنت راجل؟ يعني بتحس إن أنت واد شبح، واد جامد، واد مفيش منك اتنين؟ ولا إيه إحساسك؟ الصراحة أنا يعني عايز أعرف إحساسك، لأن أنا الصراحة عمري ما عكست بنت يعني الحمد لله. فمش عارف يعني فعل زي ده فعل بذيء ازاي تعمل؟ يعني انت ما عندكش اخوات بنات؟ ما عندكش بنت؟ ما عندكش اخت؟ ما عندكش ام؟ ما عندكش زوجة؟ ما عندكش يعني لا. هل انت بتحس باحساس كده السعادة واحساس النشوة ان انت قد ايه ان انت جامد ومفيش منك اتنين والبنت ضحكت؟ البنت مش عارف. طيب واحد ممكن يقول لي يا عم ده هم ماشيين يبقى عايزين يتعاكسوا، وحصلت وحد قال لي الكلمة دي قبل كده، قال لي ده هم بيبقوا ماشيين عايزين يتعاكسوا. طب انت عرفت ازاي انها عايزه تتعاكس؟ هي كده قالت لك انا عايزه اتعاكس؟ بعد اذنك يا واد يا فتك يا واد يا اللي وسامتك مقويه قلبك، يا اللي مفيش منك اتنين في الكوكب، يا اللي البنات كلها هتموت تحت رجليك، ممكن تعاكسني عشان احس ان انا انثى ولا ايه؟ ما انا يعني برضه فهمني يعني. مش عارف بجد يعني ايه. لا برضه. طيب واحكي لكم موقف حصل معايا. كنا قاعدين في مكان كان في ناس كتيره بتعدي من عليها في الجامعه. فالمهم في بنات طبعا رايحه جويه، فقاعد جنب واحد فضل الحوار ده كالاتي يعني. بقول له فبيعاكس بقى بيقول حاجات يعني من جسم البنت يعني. فبقول له يا اسطى انت ما عندكش اخوات بنات يعني؟ ليه انا طبعا بالفعل ده الصراحه بتضايق منه، واللي بيعملوا معايا وانا قاعد جنبيه يعني كده بصراحه بيبقى عايز اقوم. لو ما اسكتش بقوم من جنبيه بجد، لان انا كده هيشبهني انا. يعني انا ولا بعاكست ولا بعاكس اصلا، وهو كده يشبهني انا، ممكن يجيب لي انا مشاكل ويجيب لي انا الاذيه. وانا قدام نفسي اصلا انا زعلان. فبقول له اصلا انت ما عندكش اخوات بنات؟ يقول لي لا ما عنديش. طيب. طيب يا ابني انت مش خايف على امك مثلا؟ انت ما انت عندك ام. يقول لي اصل امي منتقبه. الاجابه كده. طيب انت لما تيجي تتجوز مثلا مش خايف يعكسوا مراتك؟ يقول اصل انا هنقم مراتي. قال لا. يعني انا اجيبها له كده، اجيبها له كده، هو الوقت خلاص مقتنع ان المعاكسه دي حاجه يعني ايجابيه، يعني حاجه المفروض تتعمل. لو ما اتعملتش انا كده ما احسش ان انا راجل. هو مش فاهم ان حتى لو بص والله لو الواحده اللي من حريمك دي انت لفتها كده، لفتها لف ومشيتها في وسط الناس، وانت مش مع ربنا بنات الناس، هتلاقي برضه اللي يعمل معاك كده ومع حريمك كده، عشان تبقى فاهم يعني. فكان رده بالنسبه لي كان غريب بجد، وانا اتضايقت وسكت. هو سكتني خالص يعني، هو رده سكتني يعني. هو ولا عنده بنات، هو كله اخواته صبيان، وامه منتقبه. يعني هو فاكر ان المنتقبه ما بتتعكسش مثلا. ولما يجي يتجوز برضه هينقب مراته، فهو مش فاهم. فهو كده هو اجاز لنفسه واباح لنفسه ان هو يعاكس عادي ويظهر مفاتن البنت الاولى ويعيب عليها مثلا، او يقول بيضحك على مفاتن البنت مثلا او شكلها قدام اصحابه كده، يبان ان هو الدراج. ده موقف يعني ضايقني وفي ساعتها سكتني بجد. لما تمشي مثلا بنت في وسط الشارع وتلاقي مثلا شله شباب انا واقفه كده على نص الشارع مثلا، وتلاقي مثلا انها يكهكه ويضحكوا ويدموا الكلام ويعاكسوا، وتلاقي الواد زاح الواد التاني وهكذا. فطبعا هي كبنت مش حاسه بالامان، مرعوبه يعني. وممكن تكون بنت عندها رهاب اجتماعي، يعني بتخاف تتعامل مع الناس في الشارع. ممكن تكون طالعه متضايقه، ممكن يكون حد من اهلها يعني من كتر الضغط ولا المشاكل اللي مثلا في بيتها ولا حاجه عندها ازمه ثقه، يعني مش واثقه في حد، فطالعه اصلا خايفه حد مثلا يقول يا نسا بعد اذنك يسال على سؤال، فتلاقيها ترعب. دي لما تمشي قدام ناس مثلا لوحدها قدام شله كده ويحصل ممكن يحصل لها حاجه، ممكن يغمى عليها، ممكن تصوت مثلا كده ومن الزقفه، ممكن يحصل اي حاجه، تخاف من نفسها، ممكن اصلا على نفسيا. ده انا كراجل او كشاب لما بمشي كده في شارع ولا شله شباب كتير واقفه، انا بخاف. انا هكدب عليكم، انا بخاف مثلا ان يحصل مشكله، ولا يكون معاهم مثلا بقى اعزكم الله كلب مثلا، كلب من اللي هم بقى بيفرحوا بيهم دول بيتمشى بيهم دول بخاف بقى بمشي على كده مثلا مشكله تلاقي كل الشله جبت 10 عشان واحد جاي يضربوني يعني. ما بالك بقى كبنت يعني، كبنت وكمان انت بتعكسها وبتقول كلام يعني ممكن يكون بذيء، يعني بكلام بذيء. حتى لو قلت انت لو قلت الحلاوه دي مش عارف القمر ده، كلام برضه ما ينفعش. والغريب ان انا بشوف رجاله كبيره متجوزه ومخلفه بتعمل نفس الكلام. طب انت متجوز ومخلف وممكن دي قد بنتك، ممكن قد اختك الصغيره، قد مراتك نفسها. لا يعني. هل انت مثلا عندك نقص يعني عندك نقص اتولدت بيه ويعني عشت بيه، انت نقص اهتمام؟ فانت لما تعمل كده هتلاقي بقى مثلا لو هي ضحكت ولا ابتسمت، ده ضحكت لي يعني قلبها مال،
ضحكت يعني قلبها مال. يبقى كده خلاص البنت هتسيب لي نفسها بقى، يعني بص هتقول لي هات رقمك وهتفضل بقى تتكلم يعني هتسلم لك نفسك. لا خالص خالص. واحد يقول لي تاني مثلا يا عم ده ده بتبقى ماشيه اشوف لابسه بنطلون محزق ازاي، تحصل لابسه لبس مبين جسمها يعني المنطقه العلويه والسفليه، بتحصل برضه. طب انت مالك يا عم؟ طب ما تمشي علينا، انت مالك يا عم؟ ان شاء الله تمشي علينا زي ما ربنا سبحانه وتعالى يعني هو يقول لي ما ربنا امرنا بالحجاب واللي هي تستر نفسها، ده حصل وده حقيقي، ربنا سبحانه وتعالى امرها بكده الانثى. طب ما انت برضه ربنا امرك تغض بصرك، ولا هو انت هتطبق الدين عليها والدين عليك؟ لا مش هتطبق. واحد طبعا دلوقتي هيرد علي يقول لي انت معانا ولا معاهم؟ اقول لك يا حبيب قلبي انا عندي اخوات بنات وهتجوز ويبقى عندي بنات وولاد بنات ان شاء الله وعندهم. انا بقول لك اللي ممكن يحصل مع حتى مع اهلي انا. طيب واحد هيقول لي نفس الكلام، طب اقول له يا حبيبي انت غض بصرك، انت ان شاء الله تمشي علينا في الشارع، انت مالك؟ كانك مش شايف، اعمل نظرك كده، مش حط ايدك على عينك كده واتكل على الله، امشي في طريق غير الطريق، تشغلش بالك. لو انت حاسس ان انت عايز تبقى راجل مثلا ومحترم ولقيت عريانه ومش معاها لبس، طبعا ما بتحصلش نادرا يعني، يا باشا اقلع هدومك وغطيها من غير لمس ولا غير اي حاجه، اقلع هدومك كده واللي هتفضل غطي نفسك. ده لو هي عريانه يعني، غير كده مالكش دعوه. مش تروح تقول لها تعالي بقى ده انت عريانه، ده انت كذا وكذا 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 وفي وقتات الليل ووحشه والالفاظ البذيئه اللي انت عارفها. لا، اللي انا عايز اقوله ان الفعل هذا يعني الفعل ده يعني حتى مهما كان تربيتك ومهما كان مستواك الاجتماعي بيحصل في كل الطبقات. مش هقول بيحصل مع الناس الفقراء ولا الناس الاغنياء بس، لا بيحصل مع كله. وده كان يدل حتى مهما اختلفت مستويات تعليمه، ده كان يدل على نقص. يعني انت عندك نقص بجد، عندك نقص. عمرك ما حاسس ان اللي حواليك مكفينك، يعني حاسس دايما ان انت تحت خالص، ان انت متداس عليك. فلما تقول كلمه زي كده هتلاقي لو بنت ضحكت ولا مثلا اي حاجه تحس برجولتك بقى. اوه ده انا قلبي، ده انا يا عم اسكت، ده انا عيل دم خفيف، ده البنات بتحبني. وانت ولا البنات بتحبك ولا البنات بتطيقك اصلا. وفعلا اصلا ما فيش اي بنت سويه طبيعيه تقبل هذا الفعل ولا تبقى فرحانه بيه خالص. ممكن مثلا تقول لك البنت مثلا تقول اصل انا سمعت قبل كده ان البنات بتحب تتعاكس عشان يحسوا ان هم جمال، وان الشباب بتبص لهم، وان هي مش وحشه زي زميلتها اللي اتعكست قبل كده. لا خالص، دي بنات مش طبيعيه. انت لو اتعاملت ولا سمعت ولا شفت بنات زي كده، ده بنات مش طبيعيين ومش متربيين خالص. لان البنات المتربيه المحترمه اللي عارفه دينها، عارفه ان هي لما تمشي في الشارع مش محتاجه حد اصلا يقول لها انت حلوه ولا وحشه خالص. هي عارفه ان هي حلوه، مالكش دعوه. اهلها في البيت ابوها وامها ده اللي من حقها يقولوا لها انتوا حلوين. اخواتها رجاله مثلا، اخواتها البنات لما تيجي تعمل اكله ولا تيجي تعمل اي حاجه ولما يقولوا لها انت حلوه، العيال حلوه ولا يشجعوها، هم من حقها يقولوا كده، من حقهم يقولوا كده، لكن انت مش من حقك تقول لها كده خالص. مهما ده انت لو ابن خالتها ولا ابن عمها مش حقك برضه تتكلمها بالاسلوب ده. اللي من حق ابوها وامها واخواتها، الناس اللي ما يجوزها يعني اللي تحرم عليهم يعني، ويبقى من باب التشجيع ومن باب الاهتمام ومن باب الموده والرحمه بيناتهم. لكن انت مالك؟ انت تقول ولا ما تقولش؟ حلوه ولا مش حلوه؟ تحسسها بحلاوتها ولا مش بحلاوتها؟ انت مالك بجد؟ انت مالك يعني؟ ولا بالطريقه ممكن في ناس يعني بتقولها بطريقه مثلا محترم مثلا، يعني يقول كنوع من المجامله مثلا، بتحصل وبتحصل معايا وانا كده يعني. لكن اللي انا اقصده هنا في الفيديو اللي بيحصل بطريقه بذيئه في الشارع، لا بتحسس البنات بعدم الامان. لا البنات بجد بتمشي تبقى دايما حاسه ان هي خايفه ان حد يجي يمسك شنطتها يلمسها يحط ايده عليها يقول لها كلمه تجرحها. ما الكلام بيجرح يا جماعه. يعني احنا دايما احنا بشر وبنحس. ممكن مش اللي بيتعبنا ولا اللي بيجرحنا اللي هو الضرب او الاذى البدني، لا احنا بيتعبنا الاذى النفسي برضه. انت لما تتاذي نفسيا دي حاجه وحشه، ده الاذى النفسي اكتر من الاذى البدني. انت ممكن تتعور في جسمك شويه وتخف، تحس بالامها في وقتها وتخف بعد كده، لكن الاذى النفسي ده ممكن يقعد سنين، ممكن يوصل لاكتئاب حاد، ممكن يوصل لانتحار، ممكن يوصل لامراض نفسيه كتيره بمختلف مسمياتها. لا كده، لا نفقد الثقه يعني، لا نخلي البنت اللي يبقى عندها نقص ثقه ولا يعني تكره الرجاله. في بنات فعلا يعني من كتر اللي بيشوفوا التحرش والمعاكسه والكلام ده بتكره الرجاله ككل. يعني هو خلاص شافت نموذج واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، خلاص هي افتكرت ان كل الرجالة كده فتكرههم، تكره الرجالة كلها، تكره الجواز، تكره الخلفة، تكره ان هي تسمع سيرة راجل، فتبدأ بقى تدخل في يعني في حاجات مثلا زي حقوق المرأة يعني، او مثلا تروح في مجتمع يعني خاص بالمرأة مثلا،
اللي هو فيبدا يدعموا المراه اللي هم بعيد عن القرف واللي بيحصل من الرجاله دي. ممكن هي الست يعني كست محتاجه الامان والاحتواء، وان الراجل يحميها ويحبها. عشان كده احنا بنقول الجمعيات حقوق المرأة وكده دي طلعت مش كده وخلاص، لا ده طلعت لان في ستات حست بالظلم، حست بالتحرش، حست يعني القرف ده كله اللي بيحصل نتيجة المعاكسات والكلام ده من الرجالة، او بنقول اشباه الرجالة، او النكرات اللي في وسطنا ده، النكرات نقدر نقول على كده. والله العظيم في بنات اجدع منهم، ده مجرد ذكوره مسجلين بس في البضاعه كده بس ما تقولش عليهم راجل خالص، يعني الراجل ده تتقال معنى مفهوم كبير، لكن هي نكره. فتبدا بقى الناس دي يبداوا يحاربوا هذا يعني الجهل اللي بيحصل ده. فاتمنى يا جماعه لو حد بيعمل الفعل ده بلاش. انت دي كده مش هيحسك انت راجل، مش هتحس بجرتك اللي انت اما تكنس بنت في الشارع خالص. والله ما ولا اي حاجه، ولا لو حتى دي حكيت لك ممكن يبقى بنت مش محترمه. يعني بنت مش محترمه لما انت مثلا تقول لك لا اصل انا بحب المعاكسه، اصل انا بحب ان الناس تظهر جمالي، او تقول لي لا سيبك من كده. في بنات محترمه ماشيين يبقى ما بيبصوش ولا يمين ولا شمال، ناس محترمه هي البيتة، ولما تيجي تتجوز يبقى جوزها هو اللي المسؤول عنها، هي اللي يقول لها الكلمه الحلوه، هو اللي يدلعها هو. لكن انت ما لكش حق ان انت تدلعها ولا تقول لها كلمه حلوه ولا. المعاكسات اللي بتحصل فيها ده غلط بجد. خليك فاكر ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا يعني نغض بصرنا، ما نعملش حاجات تأذي اللي قدامنا. ده كله ربنا امر بيه. زائد ان العرف والتقاليد واللي احنا يا ابن البلد بقى يا ابن الاصول بتقول لك ان انت ما ينفعش تعاكس بنت. واحد بقى يا ابويا كان فيه يعني واحد يقول لي اصل احنا ما بنعاكسش بنات منطقتنا، لكن بنات المناطق المجاوره نعاكسهم. شوف يعني قمه الجهل يعني وصل لحد فين. هو ده بقى بيطلع على بقى ان هو ده مش عارف، ده راح ولف الحياه ولف الدنيا واشتغل وشيء وتعب وبرد ونام ومات وصحي 15 مره وابن بلد ومش ابن بلد، بيقول لك ايه العبط ده؟ العبط ده عمر ما كان اللي انت بتقوله ده خاص بالعيشه والتجربه اللي انت مريت بيها. انت لو راجل فعلا وراجل موزون عمرك ما تقول الكلام ده. العبط ده يعني انا اعكس بنات منطقتي لا، لكن بنات المناطق المجاوره لا، اصل هم يستاهلوا، اصل دي البنت اللي انا اعرفها ما اقدرش اعكسها، والبنات البنت التانيه ما اعرفهاش فاقدر اعكسها. العبط ده يا جماعه. فاتمنى بجد يعني تفكر في الموضوع، وبلاش يعني انت غض بصرك وامشي على جنب ومالكش دعوه بحد، وربنا يكرمك وتتجوز وتستكن بقى، لان انت بالطريقه دي حتى لو اتجوزت ملكه جمال العالم قسما بالله ما هتكفيك، وهتفضل تبص لغيرها وهيبقى عندك نقص، وهتفضل طول عمرك شقيان وتعبان وعمرك ما هتبقى راضي، لان انت بتبص للي في غيرك، بتبص للي بيت غيرك وفاكر ان هو ده احلى حاجه، اول ما تمسكه هتبص للي بعديه. لكن لما تبقى راجل مستكن كده وراجل مستقيم، وربنا سبحانه وتعالى يرزقك بالذريه الصالحه، بالزوجه الصالحه، وبعد كده الذريه الصالحه تبقى انت مكون اسره مستقره، واولادك يطلعوا شايفين ابوهم راجل محترم، ولا بيعاكس بنات، ولا بيتكلم وحش، ولا بيجيب في سيره واحده، ولا بيعمل في غيبتها، ولا اي الكلام ده كله. فهيطلع ناس محترمه، وده اللي احنا عايزينه في المجتمع. اتمنى يعني ده ينتشر، وان احنا نبطل بقى القرف اللي احنا بنعمله، المعاكسات والقرف اللي بيحصل في الشارع ده. والله انا اسف لو طولت عليكم او انفعلت شويه، ولا قلت الفاظ يعني ممكن تكون للبعض خارجه شويه، بس بجد كان موضوع مضايقني وحبيت اني اتكلم عليه. اشكركم شكرا جزيلا. كان معكم محمد زهير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.